يوم اتنين جديد وحلقة جديدة من هاوس اوف ذا دراجون، تحذير بالحرق. ده تحليل ومناقشة الحلقة التانية من الموسم التاني من مسلسل هاوس اوف ذا دراجون. الحلقة بتبدأ بمشهد مبلور كده، ولما بيظهر بنشوف الملاية اللي كان نايم عليها جيهيرس وهي ملطخة بدمه. ديمون قال لبلاد وتشيزو انه عايز الراس كدليل على ان المهمة تمت، وانه بعدها هيديهم نص المبلغ التاني. ولكن شفنا في الحلقة ان الاتنين ماتوا، وشفنا ان بلاد اتمسك وهو بيهرب ومعاه راس جيهيرس. بعدها بنشوف السايلنت سيسترز وهما بيلزقوا راس جيهيرس على جسمه عشان يجهزوه للجنازة. وبنشوف ايدون بيدمر الموديلز اللي ابوه كان بناها لمدينة فاليريا في الموسم الاول، ودي ممكن تكون رمزية ان ايدون بيهد كل اللي ابوه بناه في فترة حكمه من سلام ورخاء. كنا دايما شايفين فيسيريس بيحكم بالعقل والمنطق وبيتعلم من اللي سبقوه في الحكم، لكن ايدن عكسه تماما، بيحكم بعاطفته وبياخد قرارات غير متوقعة. وعشان كده زي ما احنا عارفين ملك فيسيريس مكانش عايز ايدون يكون الوريث بتاعه واختار رينير عليه. ايدون شخصيا مكانش عايز يكون ملك لحد لحظة تنصيبه ملك، لأنه أخيرا شاف الناس بتحبه. في الكتب برضه مكانش عايز يكون ملك لحد ما كريستون كول قال له إن لو مبقاش ملك وساب رينيرا تحكم، فأول حاجة هتعملها هي إنها تقتله هو وإخواته. احنا شفنا في الموسم الاول ان كان عنده ابناء غير شرعيين، ولكن ده ابنه الشرعي الوحيد، لاننا لحد دلوقتي في المسلسل ما شفناش ابنه ميلور اللي هو موجود في الكتب واتكلمت عنه في تحليل الحلقه الاولى، تقدر تروح تشوفها من اللينك اللي في الديسكريبشن. ايموند بيرجع اوضته بيشوف ان الكوينز اللي كان سايبها على الترابيزه مش موجوده، فده اللي بيخليه يعرف ان الروم امبارح كانوا جايين عشان يقتلوه هو. فبعدها بنشوفه قاعد في مكان للدعاره مع قواده شفناها من الموسم الاول لما كان ايموند وتريستن بيدوروا على ايدون. بنشوف ايموند قاعد عريان وشايل البتاع اللي على عينه، وده يدل انه قاعد مرتاح لانه في جلسه ثيرابي. وقال انه ندمان على موت لوسيريس وانه ما كانش يقصد. في نفس الوقت أليسنت معترضه ان كل ده بسببها وان الالهه بتعاقبها عشان هي بتنام مع كريستن كول. They punish me. بس اوتو ما يعرفش الموضوع، ولما كانت عايزه تقول له انها عملت حاجه غلط قال لها انا مش عايز اعرف انت عملت ايه. وبعدها اوتو كان عايز يحول موت جيهيرس ده لحاجه كويسه، انه يستغله في الترويج ان رينيرا قاتله، فالناس كلهم يقفوا مع تيم جرين. فما فيش افضل من المذر كوين والملكه نفسها يروحوا في الجنازه عشان الناس تشاركهم احزانهم وتتعاطف معاهم. ونشوف هيلينا ماسكه القماشه اللي كانت بتخيطها في الحلقه الاولى، ودلوقتي القماشه دي بقت كفن جيهيرس. هيلينا وأليسنت ما كانوش عايزين يعملوا الموضوع ده، ولكن عملوه برضه في الاخر لانه يعتبر واجب اتجاه القضيه. بنشوف ايدون متعصب على كريستيان وانت كنت فين؟ فايدون بيقول له انه كان في السرير، وده تكنيكالي صح، بس هو ما كانش لوحده يعني. بعدين بنشوف ايدون بيقتل كل صيادين الجواسيس اللي في تنجز لاندنج عشان بلاد قال ان اللي كان معاه واحد منهم بس مش فاكر اسمه. اوتو بيتعصب جدا من القرار ده، فبنشوف ايدون بيسحب منصب الهاند اوف ذا كينج من اوتو وبيخلي كريستن الهاند الجديد عشان اوتو اتعصب على ايدون. ولما قال له ابويا خلاني الملك، فقال له انت فعلا مفكر ان ابوك خلاك الوريث بتاعه؟ ودي حقيقة فعلا، الوريثة كانت رينيرا، بس هي كانت لعبة لعبتها أليسنت وأوتو. أنا فكرت إنه ممكن يخلي لاريس الهاند الجديد بعد ما لاريس كلمه في الموضوع في الحلقة الأولى وقال له لازم يكون ليك هاند مختلف عن بتاع أبوك. فأليسنت وهيلينا بيروحوا الجنازة، وهيلينا بيجيلها بانيك أتاك، ولما بترجع إيدن بيقابلها على السلم وهو نازل وما بيقولهاش كلمة حتى. موت جيهيرس بيصدم رينيرا اللي قالت في الحلقة الأولى إنها عايزة إيموند مش جيهيرس ولا أي حد غيره. ولكن الناس كلهم مفكرين إنها اللي عملت كده، والمجلس بتاعها المكون من الماستر جيرردز واللورد بارتي مسترالتيجر وزير العملة واللورد ألفريد بروم ورينس وديمون. رينس عارفة إن رينيرا متعملش كده، ولكن ديمون يعملها. فرينيرا بتشك في ديمون فعلا، وبيقعدوا مع بعض لوحدهم وبتقوله انت بوظت شكلي كمطالبة للعرش، وانا قلت لك عايزة ايموند. فبيقول لها انا قلت لهم يقتلوا ايموند، فقالت له طب ولو ما لقاهوش قلت لهم يقتلوا مين؟ وده اللي احنا شفناه في الحلقة الأولى لما المشهد قطع في الحتة دي. انا اعتقد انه قال لهم اصان فور اصان، يعني لو ما لقيتوش ايموند اقتلوا اي ابن من العائلة الملكية. فاحنا ما عندناش دليل انه طلب موت جيهيرس، بس هو لو قال اصان فور اصان زي اسم الحلقة الأولى فدي تعتبر منطقة رمادية من الكلام. ديمون بيخسر ثقة رينيرا اللي هي عمرها ما قدرت تثق فيه بشكل كبير أصلا. هي شايفة إنه شخص ما بيدورش غير على مصلحته، وإنه كان بيستخدمها عشان يوصل لمراده اللي هو العرش. فبيقول لها إنها جبانة زي أبوها، وإن موت هيرس كان غلطة، وبياخد تنين وكرارسز وبيمشي. وعلى كلام رينيرا فما نعرفش هيرجع امتى، ممكن اسبوع او ما يرجعش خالص. بنشوف جيسيريس بيقول انه راح هارين هول، وهارين هول بتاعت الاسترونز، وطبعا للملك ايدون رينيرا بتقول لبيلا بنت ديمون الكبيره انها تاخد تنين هامون دانسر وتروح تراقب كينجز لاندنج. دي حاجة جيسيريس قال إنه يعملها في المجلس، ولكن رينيرا رفضت لأنها خايفة تخسر ولادها الاتنين. بنشوف كريستيان حاسس بالذنب على موجي هيرس لأن كلنا عارفين هو كان فين، فراح يطلع غله في السير أريك اللي هو كان فعلا مع الملك إيدون وقت الحادثة. حدته أفضل بكتير من كريستيان. فكريستيان بيخير إيريك يا إما يروح دراجون ستون يتنكر في النخوت توأم الموالي لرينيرا ويقتل رينيرا، أو يتقال عليه إنه خاين للعرش. بعدين بنشوف رينيرا بتلعب مع ولادها الاتنين من دايما، عندها إيدون الصغير وفيسيريس التاني. بعدين بنشوف أليسنت بتسأل كريستيان لو قال لحد، بس هو مش عبيط يعني عشان يقول لحد، فمحدش شافهم غير هيلينا في نهاية الحلقة الأولى. اللي في الحلقة دي لما أمها جت تكلمها رفضت تتكلم في الموضوع ده. كريستيان اللي في الموسم الأول رفض إنه يكون العاهر بتاع رينيرا، بس ده بالظبط اللي هو عليه دلوقتي مع أليسنت. أنا مش هتفاجئ لو لاريس طلع يعرف عن علاقة أليسنت وكريستيان، لأن كمان الراجل ده عارف كل حاجة ورئيس في كل حتة يعني. بنشوف بيلا وجيسيريس بيتكلموا على أبهاتهم، وبتيجي سيرة هارون سترونج اللي بيلا عارفة إن هو أبو جيسيريس الحقيقي مش لينور. بعدين بتشوف رينيرا بتمسك كتاب بيتكلم عن غزو إيدون لويستروس. بنشوف إيدون مع إخواته ومراتته الاتنين فيسينيا ورينس. الصفحة اللي بعدها بنشوف الملكة فيسينيا راكبة فيجار عشان تشوف فيجار دي عندها كام سنة.
بعدين مساريا بتدخل على رينيرا، ومساريا كانت اتش ديمون وقت لما راح دراجون ستون في الحلقة التانية من الموسم الأول، فرينيرا كانت عايزة تعرف ايه دور مساريا في قتل جاهيرس، ومساريا بتقولها على كل حاجة. فالمهم في الآخر رينيرا بتنفذ وعد ديمون لمساريا وبتمنحها حريتها. بعدين مساريا وهي ماشية بتاخد بالها إن السير إيريك ده مش هو إيريك، لأنها لسه سايبة إيريك في القلعة، فيعتبر هي اللي أنقذت حياة رينيرا عشان بترجع وبتقول لإيريك، فإيريك بيتدخل. لو عندك فضول تعرف العلامة اللي على رقبة مساريا ديت منين، فهو متقالش في المسلسل ولا في الكتب حتى، بس غالبا لما كانت في دورن كانت مستعبدة، فده السبب، لأنها في الموسم الأول كانت دايما بتلبس لبس يغطي رقبتها. بنشوف رينيرا لابسة لبس عائلة الأرين، أمها كانت من عائلة الأرين وزي أمها فرضت اتنين من ولادها برضه. بعدين بنشوف مشهد أريك وإيريك. في الكتب المشهد مختلف شوية لأن المعركة حصلت بره أوضة رينيرا قبل ما يدخل أريك عليها، ولكن بنشوف المعركة وبنميز إن اللي فاز هو إيريك حارس رينيرا، لأنه هو اللي اتعور في رجله، هو اللي بعد المعركة قال للملكة يا جلالتك، فهو اللي فاز، ولكنه انتحر عشان ما قدرش يتعايش مع حقيقة إنه قتل أخوه التوأم. بنشوف اوتو بيقول لأليسنت انه مبقاش له مكان هنا، بس مش عايز يرجع اولد تاون، خصوصا وانه ابن أليسنت الرابع من فيسيريس ديرون قاعد هناك وده لسه مظهرش لحد دلوقتي. فأليسنت بتقول له انه ممكن يروح هاي جاردن عند التايريلز ويخليهم مواليين للجرينز، وقالت له انها هتحاول تهدي ايدون وممكن يرجع اوتو لمنصبه تاني. بعدها أليسنت بتشوف ايدون قاعد بيعيط بعد ما ابنه اتقتل وطرد جده وقتل ناس ابرياء، بس بدل ما أليسنت تحاول تهديه قامت سابته ومشيت. فبتروح بتلاقي كريستن مستنيها في اوضتها، فبتفضل تلطش له كده. انا الوهله فكرت ده فيتش عندهم انها بتحب تضرب وهو بيحب يتضرب، بس يعني مش عارف، يمكن يعني. بعد ما كانت بتواسي ابوها راحت تنام مع اللي اخد منه منصبه. تخيل شعور ايدون دلوقتي لما يعرف. انا كده خلصت. لو الحلقه عجبتك تقدر تعمل لايك، ولو حاسس انك تحب تسمعني بتكلم على باقي حلقات المسلسل او على الافلام عموما تقدر تعمل سبسكرايب، وبس كده. سلام.